ولكن مادام جبدتي باك، حنا كنحترموا الموتى كاملين، ولكن راه حنا كنعرفوا ما يمكنش تقول قول ها انا دا، ما تقولش اش كان كيدير باك. مادام جبدتي باك غنطرحوا معاك جوج الاسئله. مرحبا سي احمد الحاج الله يرحمه، باك يمكن كانت عنده ثروه، ولكن حنا كنسولوك انت اش علاقتك انت بسوميبي؟ اش علاقتك بالبصري؟ اش علاقتك بسي امهال الذي لا زال حيا؟ ومن اين اكتسبتم هذه الثروه؟ لا شوف سي اخنوش هو نتيجه اقتصاد الريع. زعما هاد الكلام الفارغ ديال انه مقاول، انا لا اعتقد انه يستحق نعت المقاول، لانه المقاول يجازف ويخاطر، وهو لا يجازف ولا يخاطر. لماذا؟ لانه اولا هو كشخص هو ورث، وداك التنميه باش تزاد افريقيا اقوى الى اخره دارت في ظل النظام المخزني. ونقدر نقول لك بتدقيق شنو هما العمليات. راه تكلمت على مؤخرا القضيه ديال راه افريقيا كانت ما كانتش هي اكبر موسع ديال هادشي ديال البنزين وهذا وديال الستوكاج ديال الغاز وهذه، راه كانت سوميبي ديال مجموعه امهال. اخنوش هو نتيجه ديال هذه العمليه اللي قلت لك، لان اخنوش جات تجاري وفا بنك عيطوا للسي امهال قالوا ليه بون غادي تبيع سوميبي، غادي تبيعها لاخنوش الاقوى، وغادي تبيعها بهذا الثمن هذا، ولا ما بعتيهاش بهذا الثمن هذا هذيك القروض اللي عندنا ما غاديش يتم التجديد ديالها. ومع تجاري وفا بنك اكبر بنك، بمعنى اخر ان امهال ما كانش عنده خيار، ما كانش يقدر يمشي لبنك اخرى، لان الحجم ديال القروض كان بواحد الشكل اللي ما كانش بنك اخر اللي كان يقدر يوقف معاه، حيت كتكون اصلا مشدود من ديك ما عنده كيدير. واش فهمتي؟ قالوا ليه غادي تبيع، السيد اضطروه انه يبيع، ومسكين سكت باع داك الشيء ديالو، شد داك شويه الفليسات اللي عطاوه. واقوى ما كانش عندها لي فون بروبر، ما كانش عندها راس المال الخاص ديالها هي باش تشري من عند امهال. منين جابت الفلوس؟ جابتها لانها تعطات لها قروض من طرف تجاري وفا بنك.